بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، اللهم يسر وعن يا كريم. الدليل الرابع القياس. القياس في اللغة التقدير والتسوية، وفي الاصطلاح هو رد الفرع، وهو محل الطلب الحكم الذي يطلب إثبات الحكم على الأصل الذي هو معروف حكمه، لإثبات النسبة بإلحاق حكم الأصل بالفرع. فيكون هنا الدليل العلة، وهي السبب الباعث على التشريع. فما هو السبب الباعث على التشريع في الأصل؟ إذا توفر في الفرع يلحق به حكم الأصل. مثل إيش؟ مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، كذلك لا يقضي القاضي وهو جوعان. لأن حالة الانفعال والانشغال التي منعت قضاءه بحالة الغضب تمنع قضاءه بحالة الجوع مثلا، أو حالة قريبة أو في هذا الأمر ومجاله. والقياس حجة على الأحكام الشرعية من جهة إلحاق الفرع بالأصل لاتحادهما في العلة. وقلنا أنه العلة هي معقول النص. العلة معقول النص، يعني مثلا غضبان وصف مفهم مناسب لتشريع الحكم، لا يقضي. وصف مفهم مناسب، ما وصف جامد. يعني الوصف الجامد مثل الأشياء بعينها، مثلا الخمر، هذا الإسكار فيها وصف جامد غير مشتق، لا يصلح للعلية، وإنما هو مناط الحكم. فهناك فرق. فالباعث على تشريع حكم الأصل في محله، فيستند تفكير الفقيه في استخراج الحكم للفرع من هذا الأصل باعتبار الوصف المفهم، لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالاعتبار هنا التفكر القياسي، من عبر من شيء إلى شيء آخر. فما هو السبيل الذي يجعله يعبر؟ الجسر الذي يعبر عليه العلة هنا. وقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هناك حكم لكل شيء في الكتاب، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة الاقتضاء أو بدلالة الالتزام عقليا. ثم لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية القياس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن مشروعية القياس تعليما للمسلمين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحجج عنها؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم، حج عنها. ثم عقب ذلك تعليما قال: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: اقضوا الله، أي دين الله الذي له، فإن الله أحق بالقضاء. هنا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نقيس الأمور، فجاء بعلة معينة. وقطعا حكم القياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ أولا أنه ليس أصل برأسه، فالأصل هو القرآن والسنة. ولكن إذا ما وصلنا شيء من هذا، فهنا ننظر في الآيات والأحاديث المقاربة في أبواب المسألة،
وننظر هل لها وجه تشريعي قريب، فإذا وجدناه فمعناها العلة التشريعية. والقياس على 3 أنواع. القياس على 3 أنواع: قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. وكل واحد من هذه الأنواع ال3 هو قياس ولكن له مجاله. فقياس العلة هو إلحاق الفرع بالأصل ورده إليه لوجود وصف مشترك بينهما، هذا الوصف المشترك باعث على الحكم في الأصل، وهو موجود في الفرع الذي لا نعرف حكمه. فالعلة هنا معناها سبب التشريع، ما سبب أحكام الوضع، سبب التشريع أو المعنى الصالح لشرعه الحكم في الأصل، وتوفره في الفرع مناسب لإلحاق الحكم فيه بحيث لا يحسن تخلفه عنه. كقياس ضرب الوالدين. على ماذا؟ ما حكم ضرب الوالدين؟ ما ورد نص، ولكن ورد على التأفيف: ولا تقل لهما أف. فهذا الوصف الضرب أكثر من الأف، فحين يأتي حكم الأقل بالتحريم معناته الأكبر محرم، فهذا وصف مفهم مناسب للتشريع، وذلك لجامع الإيذاء بينهما، وهو وصف يفيد العلية على هذا الوجه. هناك أمثلة كثيرة ليس في هذا المختصر. نأتي إلى قياس الدلالة، هذا قياس العلة الذي مر. قياس الدلالة وهو إلحاق الفرع بالأصل ورده إليه لوجود وصف مشترك بينهما مع معرف بالمناسبة لاقتضاء الحكم، ما مشرع للحكم وإنما معرف بالمناسبة لاقتضاء الحكم. فالدلالة سبب معرف بوجود الحكم لا مشرع له. يعني مثل أحكام الوضع، هنا الدلالة تكون معرفة بوجود الحكم لا مشرع له، ولكن يسمى قياس تجوزا لأنه لم يرد نص. مثل إيش؟ يقول كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أو العشر من زرعه، لأن النصاب سبب الزكاة والحول شرطه. فقياس الاستدلال هو تحقيق العمل بالسبب الذي هو من أحكام الوضع. هنا توفر الحكم المعرف بوجود الحكم في زكاة مال البالغ، نفس هذا موجود في زكاة مال القاصر، فألحقنا به الحكم بوصفه من أحكام الوضع، ولكن دخل في القياس كمفهوم في عملية الفتوى للفتوى. فتلاحظ قياس الشبه وهو النظر في الفرد المردد بين أصلين لوجود مناط حكمه فيهما، وجود حكمه فيها. المناط هو واقع الشيء، فيلحق حكمه بحكم أكثرهما شبها به، فهو نظر في إنزال الحكم على واقعه وأخذا من الأصل أكثر شبهة له. فهنا البحث في الواقع، هذا الواقع مثلا الخمر، البيرة كلها واقع، لكن الخمر معروف، البيرة هي من مشتقات الواقع نفسه فالحكم ينزل. الحشيشة هي نفس الواقع يؤدي إلى مخامرة العقل، ما علة هذه باعثة على التشريع، هذه مستدعية للتشريع، يعني كفرق. نعم. كحال أخذ من كما في حال الرقيق المملوك إذا أتلف مالا كان كسر أو قتل فإن له أصلان: الأول الإنسانية في كونه آدميا، الثاني المالية في كونه مالا مملوكا لسيده، فيكون حكم الضمان مردد بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر، فدليل أنه يباع ويورث ويوقف
وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. يعني هنا القياس في العبد هو على الإنسانية، يعني أو من جهة على المالية، ولكن كلاهما من حيث الواقع الشبه ممكن، لكن حين تقيس على المالية أقرب يكون، لأن هذا يباع ويورث وما إلى ذلك. نأتي إلى أركان القياس. أركان القياس 4: الفرع والأصل والعلة والحكم. أما الفرع وهو المحل المطلوب إلحاق الحكم فيه، ومن شرطه أن يكون مناسبا للأصل، يعني مناسب، هناك رابط بينهما، نسبة، ومنها الأنساب، الرابطة الاجتماعية هذه المعروفة، فيما يجمع به بينهما لإثبات الحكم، والجامع هو العلة. إذن النسبة هنا صارت الرابط العلة، وهي مناسب لتشريع الحكم. الثاني الأصل، هو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه بنفسه من غير افتقار إلى غيره، ومن شرطها أن يكون حكمه الذي يراد إثبات مثله في الفرع ثابتا بدليل من نص الكتاب أو السنة، بدليل متفق عليه من غير خلاف، أي لا يكون بدليل مجتهد فيه، ليكون القياس حجة على المخالف. فإن لم يكن مخالف فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقوم به القياس أو يقول به القائس على أصله بالعلة. يعني هذا الأصل تتوفر لازم هذه الشروط فيه التي ذكرناها. والثالث العلة، وهي سبب التشريع في أصل الحكم والباعث عليه، ويدور معها الحكم وجودا وعدما. وشرطها من حيث الصحة الإلحاق أن تضطرد في معلولاتها، يعني ما تكون في بعضها ولا مخفية في البعض الآخر، تكون مضطردة في كل معلولاتها، بأن تستتبع تلك الأحكام أينما وجدت، لا تستثني، فلا تنتقص لفظا ولا معنى. والأول أي متى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها وتحققت في صورة معينة بدون إلحاق الحكم بها، يفسد القياس. يعني إذا جاء استثناء واحد انتهى القياس، فسد، ما تصلح للقياس، لأنه لم ينعقد. كان يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد، إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده. هنا استثنية، لأن الوالد لا يقتل بولده، فإذا هذه القتل بالمثقل لا تصلح أن تكون علة، فإنه لا يجب به القصاص. والثاني الانتقاض معنى، كان يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. الجواهر لا زكاة فيها، لكن زكاة إذا كانت من عروض التجارة. فإذا هنا صار خلاف، طبعا هذا على الخلاف الفقهي، أنا فقط أجيب المثال، لكن خلاف فقهي فيه بحث طويل يعني في هذا الأمر. والرابع الحكم هو الوصف المناسب للأصل بحسب علته، فشرع من أجلها، وشرطه من حيث صحة الإلحاق به أن يكون مثل علته في النفي والإثبات. هذا شرطه، أن يتوفر الأمر، يأخذ العلة، صفة العلة في الإثبات والنفي، فيدور وجودا وعدما. وجود العلة وجد الحكم، بعدمها عدم الحكم، فهو تابع لها في ذلك المذكور. إن وجد وإن انتفت انتفى، فهي العلة الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب لها لما ذكر من إرادة الشارع تشريع الحكم بها. هذا مجمل مفهوم القياس، وطبعا شرحه بالتفاصيل أنتم ما أردتم ذلك، شرحه بالتفاصيل يطول يعني، لأن فيه دقائق وفيه كذا، لكن أنا حاولت أن أجمل يعني
أركان القياس وعمدة القياس وأحكام القياس وأوصاف القياس بهذه بهذا الوجيز من الوقت. وأرجو أني أعطيت صورة عن الموضوع، ولكن الموضوع يحتاج تفاصيل كثيرة، ممكن عندما يكون الشرح مطولا أن نقف عندها. إذا أكو سؤال عندكم فأنا حاضر إن شاء الله. نعم. القياس لا يحتاج إلى الإجماع. القياس لا يحتاج إلى الإجماع، يحتاج إلى العلة بعد الإجماع. يعني نحن نأتي إلى الكتاب والسنة بيانه من السنة ثم الإجماع، فإن لم نجد ذهبنا إلى القياس. ولذلك الإمام الشافعي يقول لا يعني يجب على الحكام والمفتين والقضاة أن لا يقولوا إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع أهل العلم من الصحابة يقصد. فإن لم يكن في واحدة منها فليقولوا مثل معناه، يعني يقولوا على مثل هذه المعاني. يعني يجب أن يبحثوا عن العلة. هذه في الرسالة وفي الأم يقولها الإمام الشافعي. نعم. فالإجماع هو الدليل الثالث. يعني الرابع القياس. والحقيقة القياس تطبيق للحكم الشرعي وليس استنباطا للحكم الشرعي، ولكن هذا التطبيق يحتاج عقلية مجتهد. يعني هناك فرق. القياس هو تطبيق للحكم الشرعي الأصل على فرع يلحق به لا نعرف أصله لاشتراكهم بالعلة، الوصف المفهم، مثل ما جبنا مال الصبي ومال البالغ. بعد سؤال شيء؟ تفضل. من يقوم بالقياس؟ يعني العامي أو العالم مثلا، المجتهد؟ هو لا يمكن لعامي أن يقيس. لا يمكن، لابد من فقيه. نعم، مجتهد يعني توفرت فيه الأهلية والملكة وسعة الاطلاع والبحث والاستقراء. نعم. العامي لا يستطيع. حتى اللي مجتهد في بعض مسائل ربما يصعب عليه القياس ويفوته الكثير. نعم. يعني ممكن القياس يكون خلاف بين الرأيين، يعني ممكن. هذا تبقى على قدرات المجتهدين. قدرات المجتهدين إذا استطاع أن يأتي بدلالة معينة من الكتاب والسنة فقد لا يذهب إلى القياس. يعني عفوا قصدي يعني مجتهد يقيس ومجتهد آخر يقول لا يمكن القياس في هذا. ما بكيف المجتهد. هي المسألة تستدعيك أن أنت لازم تقول بها حكما شرعيا. هذا الحكم يجب أن يكون دليل، فإما دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس بالعلة. لا يمكن أنه أنا أختار. واحد يجي يقول ماكو قياس، هذا كلام. يعني حتى ابن حزم الذي أنكر القياس هو يقيس، لأن القياس عنده تطبيق. يعني بغير مسمى، يعني بغير الاسم. يعني ممكن يسميه بغير اسم، ممكن. أستاذ قصدي يعني الشجاعة اليوم نفترض يعني بعض المجتهدين يقيسون بأنه حرام وبعض يقول لا، يعني مثل ما هو تدخين الدخان. نعم. الدخان لا يحتاج القياس. الدخان لا يحتاج القياس، هو يدخل ضمن الأشياء، والفعل التدخين كأصل في الأشياء جواز الانتفاع منها ما لم يرد دليل المنع، فإذا ورد دليل المنع تحرم. أما التدخين، واحد يقول أنا أدخن مثلا وما يضرني هذا التدخين، فهو يدخل ضمن الإباحة العامة، الإذن بالانتفاع منها. لكن إذا الأطباء مثلا اللي عنده ضيق نفس أو كذا يقولوا له أنه هذا يؤدي إلى قتلك، فهنا يحرم على هذا الفرد
هذا ما موضوع قياس، هذا موضوع يعني حكم شرعي معروف، أنه يحرم على هذا الفرد التدخين. وهناك قاعدة تقول أي فرد من أفراد المباح يؤدي إلى ضرر يمنع ذلك الفرد على ذلك الفرد ويبقى الأصل على إباحته. هذه قاعدة فقهية كلية، فما فيها قياس. هنا الإشكالية في التبويب المسألة، يعني غالب الناس لا يحسن تبويب المسألة وين يضعها في الاستنباط، هل بالكتاب والسنة بالإجماع أم بالقياس؟ لا يحسن فيتعجل. يعني مثلا واحد يقول لا تأكل ثوم البصل وتأتي إلى المسجد. هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوة خاص، لا واحد لا يأكل ثوم البصل. أما واحد يأكل ثوم البصل ويمضغ ثمه وينتهي الرائحة عنده، فإن الملائكة العلة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به ابن آدم، هاي علة. فهنا تبويب المسألة الفقهية من حيث الاستدلال غالبا يقع به الباحثون غير أهل الاختصاص، يعني ما عندهم قابلية الإشكالية في تصنيف التبويب. ولذلك قال تبويب المسائل نصف العلم، تبويب المسألة نصف العلم. وين أضعها مسألة حتى لا يشتبه على الناس. نعم فيكم بارك الله. لا نستطيع أن نقول هذا الموضوع يعني مختص بالأطباء، يعني هو يعني القاعدة العامة، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم إن ضروا يعني هو فهو حرام، وإلا نعم هذا مسألة طبية يعني. نعم هذا متعلق به، لكن احنا جبنا مثل الأطباء لأن باعتبارهم أهل اختصاص في هذه في هذه المسألة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا ما